يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم مطبخ مهمم على اليوتيوب. اليوم إن شاء الله بدي أعمل لكم خلية النحل بناء على طلبكم. فبحتاج 3 كوب طحين، بدي أحط نص معلقة ملح عجنة، أحط معلقتين حليب بودرة كبار طبعا، معلقتين سكر، بدي أحط خميرة معلقة صغيرة وبيكنج باودر معلقة صغيرة. أبعدهم عن الملح. بدي أحط ربع كوب زيت، وبدي أحط نص كوب لبن. هلا بخلط كل المكونات مع بعض. بدي أبدأ أعجن. عندي كوب مي، بدي أشوف قديش بحتاج. العجينة لمت، بس بدي أشوف. شايفين العجينة ما أحلاها؟ هلا بدي اتركها تعجن لمدة 5-6 دقايق، وبعدين عشان اتركها ترتاح. طبعا بغلفها بنايلون وبتركها ترتاح. بس بدي احكي اشي، يعني كوب المي اخذت منه اقل من نص كوب ماء دافي طبعا. هاي العجينة انعجنت، بس بدي ألملمها على بعض. دائما بحب أقول لكم عجينة اللبن بتكون هيك طرية. بتحطوا ببولة شوية طحين وبتتركوها ترتاح. هلا بنلفها بالنايلون، بتركها ترتاح ساعة وبنرجع لكم إن شاء الله. هاي عجننا العجينة وغطيناها بفوطة مطبخ نظيفة. ارتاحت. هلا بدي اقطعها كرات. دهنت الصينية عشان احط الكرة. هينا رجعنا لكم. العجينة ارتاحت وقطعتها. شوفوا ما احلاها بتجنن. يعني عجينة اللبن بنصحكم تجربوها. هلا مثلا اذا شوية طحين هيك بفرد بايدي، يعني ما بدها حتى على ايدك. بحط جبنة وبسكر من جميع الاطراف. واضحة؟ يا رب تكون واضحة لكم. بسكر عشان الجبنة ما تطلع، وبرد بعملها كرة حتى هون وبحطها. هلا عندكم خيارات كتيرة، يا بحطها بايركس مدهونة بزيت وعلى اساس اتركها نص ساعة ترتاح. لما يتضاعف حجمها بغطيها بفوطة مطبخ نظيفة طبعا هيك، وبخليها ترتاح. بعد ما ارتبهم كلهم ان شاء الله برجع لكم كمان مرة، كمان حبة بس. هي فتحتها. انا باخذ نص قطعة جبنة، بسكر العجينة كلها. القطع اجوا 28 قطعة.
عشان تعرفوا الثلاث اكواب اجوا 28 قطعة. شايفين ما احلى شكلها وما احلاها؟ ببعدها شوي عن اختها وبصير مش بس بايركس، اي صينية انت بدك اياها. هاي عندي صينية تانية، هاي للبيتزا ممكن نخبز فيها. اي صينية في بال هيها كمان بصير نحطهم بهاي. المهم ان شاء الله برجع لكم لما اخلص الكمية. هي هون انا عملتهم، حطيتهم بالبايركس زي ما قلت لكم، ممكن تحطوهم بصينية. هلا بدي اتركهم يرتاحوا لما يتضاعف حجمهم. ضروري هاي الخطوة ضرورية جدا، يا بغطيهم نايلون المطبخ او بفوطة مطبخ عشان ما ينشف الوجه. بعدين حطيت صفار بيضة ومعلقة حليب ونص معلقة خل. ممكن تحطي رشة نسكافيه كمان، خوف من زفرة البيض. وان شاء الله بعد ما يتضاعف حجمهم بدهنهم وادخلهم الفرن. برجع لكم. هيني انا دهنتها، دهنت الوجه بيض وحليب ونقطتين خل بس. هلا بخبزها بالفرن زي المعجنات. كيف نخبز المعجنات؟ 180، بدها تقريبا ربع ساعة مش اكتر. وان شاء الله لما تطلع من الفرن بقول لكم قديش اخذت بالضبط. هلا بدي ارش عليها سمسم وحبة البركة. وممكن تتاكل هيك بدون اي تشريب وبدون اي اشي. اذا بدك اياها جبنة عادية، خلية نحل عادية مع كاسة شاي. اذا بدك اياها حلوة انت بتقرري. خلص هيك ان شاء الله. هلا على الفرن، الفرن محمى طبعا. هي طلعوا من الفرن اخذوا ربع ساعة بالضبط. فهلا هذا الحليب المكثف المحلى عملته على القناة. بدي ازين واحد بالحليب المكثف المحلى. بسم الله. بدي كمان بالشوكليت. خيال، في أذكى من هيك؟ يا سلام. بتمنى خلية، وهذا بدي أتركه مالح بدنا ناكله مع شاي. بتمنى تجربوه. هدول الثلاث كاسات اجوا 28 حبة. وزن الحبة 28 جرام. بتمنى تجربوا خلية النحل على طريقة ام همام. لايك وشير والضغط على زر الاشتراك. يسعدكم وبشكر متابعتكم من كل قلبي. يعطيكم ألف عافية.